السلام عليكم حبايب قلبي، معلش انا بعتذر لكم جدا. الفيديو بتاعي طال وانا بصور طريقة العمل، فطال قوي، لقيته 40 دقيقة. فما حبيتش اكون مملة، فانا هنزله لكم في جزء اول وجزء تاني في نفس اليوم. ان شاء الله باذن الله، بس اقسمه زي ما قلت لكم على جزئين عشان ما تملوش مني وما تتضايقوش مني وابقى ضيفة غلسة على قلوبكم. فده ان شاء الله باذن الله هيكون الجزء الاول. يلا نبتدي مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في افضل حال واحسن صحة يا رب، اللهم امين. يا رب يرزقكم السعادة يا رب في الدارين، في الدنيا والاخرة يا رب، اللهم امين. معاكم هايدة من قناة اشطر ستات باقل الامكانيات. الفيديو بتاعي النهاردة هيكون هو فيديو كروشيه. تقريبا انا ما عملتش معاكم في القناة كروشيه الا كانت بس السماعة ان انا غطيتها بالكروشيه عشان احافظ عليها. النهاردة انا هعمل كفر للموبايل. النهاردة انا هعمل زي ما قلت كفر للموبايل، يعني شنطة صغنطوطة كده، سواء بقى هلبسها سواء هحطها في الشنطة، البسها من تحت اللبس كده بحيث ان انا اعرف اطلع الموبايل على طول. يعني ايا كان بقى، بنوتة صغيرة، بنوتة في الجامعة، المهم انا هعمل شنطة بسيطة جدا من غرزة بسيطة. ولو ان برضو عشان بس نكون متفقين، انا الحكاية دي انا هواية. يعني انا كنت قلت لكم قبل كده ان الكروشيه انا اتعلمته من حصة التدبير المنزلي في المدرسة، من اعدادي كمان، يعني مش ثانوي ولا حاجة، كان اعدادي. سبحان الله، واتعلمتوا فيها، واللي هو ايه، عارفين لما تشتغلوا حاجة ويطلع معاكم حاجة تانية فتعرفوا هي كان بدايتها عاملة ازاي. بس وبحاول بقى ان انا اشوف غرز على النت الكلام ده كله، لكن ايه، يعني انا عايزه بس اوصل لكم ان انا ايه، مش احتراف يعني، ولا ده على قدي خالص. سبحان الله. في قنوات طبعا تانية متفردة في الشيء ده، بس انا زي ما قلت لكم بنقل لكم اللي على قد تجربتي انا. المهم انا هعمل معاكم، طبعا تقدروا تكبروا يعني انا هعمل كفر للموبايل على المقاس ده، ماشي، او شنطة الموبايل على المقاس ده. طبعا انتوا تقدروا تكبروا المساحة وتبقى شنطة كاملة تديها لبنتك وهي رايحة الدرس، تحط فيها الاقلام والموبايل بتاعها. يعني انتوا بقى، انا بديكوا البداية وانتوا بتشوفوا. انا ممكن ادخل لونين في بعض، وممكن هعملها بلون واحد، هنشوفها مع بعض الحكاية دي. هي لفة الخيط دي كنت بشتريها الاول ب3.5 وكده، دلوقتي انا بشتريها ب4.5، دي ودي، ماشي. وكمان هي خيط صوف عادي، في طبعا منه قطن، وفي طبعا منه تركي، صوف تركي، في منه انواع كتيره جدا. بس بصراحه ده يعتبر يعني اول درجه، يعني ده يعتبر اول درجه في الخيوط بتاعه الكروشيه ده، اللي هو ب4.5 جنيه. ان شاء الله مره تانية في فيديو قريب هعمل معاكم حاجه تانية اسفه، فيها بكرة الخيط ب12 جنيه. هي اكبر طبعا من دي، والصوف انضف من ده بكتير. في منها القطن بس هو بيبقى رفيع، في منها القطن وفي منها اللي هو الصوف التركي بس بيبقى رفيع وجميل. ان شاء الله باذن الله في فيديو كل مره هعرفكم حاجه جديده. اما بقى الحاجه اللي انا هزي، طبعا الابره بتاعتي. طبعا الابر دي بتبقى يعني مترقمه كده، زي ما انتوا شايفين، بيبقى ايه، ارقام. بصراحة انا زي ما قلت لكم انا مش محترفة، فما اقدرش اقول لكم، بس هي الرقم اللي عندي معمول عليها 0 اهو، زي ما انتوا شايفين. ما اقدرش ايه، يعني انتوا لو لما تيجي تشتروا الخيط تقولوا له عايزة الابرة اللي هي هتشتغل معاه. وبادج كده صغير، دي بقى حاجات الزينة، يعني ده الاساس اللي انا هشتغل بيه، ودي حاجات الزينة، ستان وبادج صغير. الستان طبعا بكرة الستان الصغير دي ب2 جنيه او 2.5، والبادج ده كان ب0.5 جنيه. ده اللي انا هزين بيه. طبعا تقدروا تزينوا او ما تزينوش، دي حاجة ترجع لكم انتوا. نقول كده بسم الله. بداية كده زي ما انتوا شايفين الخيط اهو، بس هو مفنكش من تحت شوية، فانا عمالة ايه، ببرم فيه ايه، ببرم فيه كده من تحت بس عشان اعرف اظبطه. بصوا هعمل ايه. اول غرزة ان انا هتني دي كده، بصوا هي لفت معايا ازاي، وهو ده اللي انا عايزاه، انها تلف كده. ما لفتش معايا اهو، انا هتنيها كده وهلفها انا بايدي، يعني بارادتها او بارادتي انا، يعني ارادة ربنا قبل كل شيء.
زي ما قلت لكم هلفها اهو كده، وهدخل الابره بتاعتي ماشي، وكده اهي هي معوجه. همسك على دي وهلف بايديا، اعملها تاني اهو. انا عشان هو مفنكش بس هعملها كده، فهي هتلف. انا عايزاها كده. هدخل الابره بتاعتي وهي لسه ايه معكوسه كده زي ما انتوا شايفين ماشي. هلف على ايديا وهروح ماسكه العكسه اللي هي بتاعتها عشان ما تفكش مني، امسكها بصباعي كده وهاخد من تحت مش من فوق، يعني مش من فوق كده، لا من تحت كده، وهاخد وهطلع بواحده باول غرزه كده، ودي هشدها عشان ايه تقفل عليها. فهمتوا؟ عشان تقفل عليها يبقى عندي ايه مساحه دي ان انا اعرف اشتغل بيها. وكده انا هبتدي البدايه ان انا هعمل سلسله. هفضل اشد، انزل من تحت الخيط اللي هو تحت طرف ايديا كده وهطلع، انزل بالخيط من تحت طرف ايدي كده وهطلع. دي غرزة السلسلة زي ما انتوا شايفين كده. انا بحاول يعني على قد ما اقدر اوضح ماشي. هفضل هكذا اهو، باخد من تحت وهطلع من تحت كده وهطلع ماشي اهو. هفضل اعمل السلسلة دي لغاية ما اجيب مقاس الكفر بتاعي ماشي، مقاس القاعدة طبعا اللي من تحت دي. تاني اهو اهو اهو، باخد من تحت وبطلع، اخد من تحت واطلع، من تحت واطلع او تاني من تحت كده وهطلع، من تحت كده وهطلع، من تحت كده وهطلع، وهكذا ماشي. بس كده انا عايزاها هي ما تكونش على القد بالظبط، يكون في ايه براح سنه. خلاص كده انا خدت المقاس بالسلسله اللي انتوا شايفينها دي. هبتدي بقى اهو هعدل السلسله في ايديا زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي اخد برضو من تحت وهدخل في الغرزه اللي اخر واحده انا نهايتها تاني اهو. انا هاخد كاني هعمل غرزه سلسله واحده كمان، بس هاخدها وبدل ما اطلع بيها كده لا هروح مدخلاها في اخر غرزه انا خدتها ماشي. خلاص انا دخلتها في اخر غرزه، هروح طالعه واخده حته من الخيط وهرجع بيها تاني، بحيث انها تكون كونت لي زي ما انتوا شايفين كده 3 اجزاء من الخيط. بصوا اهم، ادي واحده وادي التانية وادي التالتة. نعملها تاني اهو. هاخد الخيط، هنزل بخيط بغرزة من تحت وهدخلها في اخر غرزة وهطلع بيها من تحت وهشد الخيط واطلع بيها، يبقى عندي 3. اول ما يبقى عندي 3 هفضل بقى اسحب واحدة من الخيط غرزة واطلع بيها، افوت اول واحدة ماشي، افوت بحيث ان هو يبقى عندي 2 بس. يعني انا كان عندي 3 هخليهم 2 بس. تاني معلش انا بكرر واعيد وازيد عشان خاطر اوضح لكم على قد ما اقدر. انا خدت واحده من تحت وحطيتها في الغرزه لغايه كده احنا الحمد لله ماشيين. هطلع بيها وهطلعهم بقى عندي 3 اهو. ادي 1 وادي التانية وادي التالتة ماشي. طيب انا دلوقتي هاخد بالخيط وهعدي اول واحده اهي زي ما انتوا شايفين، وبعدين هروح معديه من تاني واحده لغايه ما يبقى عندي 2 بس، وبعدين هروح واخده واحده كمان وطالعه بالتالتة. نعملها تاني اهو. هاخد بقى الغرزه اللي بعدها، انا دخلت في واحده هسيبها وادخل اللي بعدها نفس الكلام اهو. هعدي لغايه ما يبقوا 2 بدل ايدي ماسكه طرف الخيط وبشد عشان خاطر اعرف اظبطها معايا. بعد كده هطلع تطلع لما يبقوا 2، وبعد كده هخليها واحده تاني اهو. اهي هيبقوا 3 هنخليهم 2
بعدين هنخليهم واحدة اهو، برضو اهو خليهم 3 يبقوا 2 ويبقوا واحدة اهو. دخلها تاني هيطلعوا ادي 3 اهم، هنخليهم 2 وهنخليهم واحدة، وهكذا لغاية مخلص السطر بتاع السلسلة بتاعي كله. ماشي اهو. هو السلك عشان زي ما قلت لكم فنكش ف بس اهو، ما تقلقوش من الحكايه، والله الحكايه بسيطه جدا، هتجربوها هتعجبكم، ولما هتطلعوا بالنتيجه اللي انتوا عاملينها بايديكم حتى لو مش مرضيه او بالنسبه للمحترفين، بس لما تكون حاجه انتوا عاملينها بايديكم بتحسوا باحساس جميل جدا. ولان قناتي باقل الامكانيات فانا بحاول برضو اجيب حاجه سهله وبرضو امكانياتها تكون سهله وبسيطه لينا كلنا. انا هكمل الجزئيه دي عشان الفيديو ما طولش مني، لان احنا هنكمل الشنطه كلها مع بعض، فهكمل الجزئيه دي وهي هرجع لكم تاني. بصوا انا وصلت لغايه اخر غرزه اهي، زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا اهي، بحاول اوضحها على قد ما اقدر. ماشي اهو، دي كده انا مليتها كلها. انا وصلت لاخر غرزه اهو، هالف دي العكس، شايفين هلفها العكس، يعني انا خلاص خلصت اخر غرزه اهي، هرجع كده في الاخر وهلفها العكس، وبعدين هكمل نفس الطريقه اللي انا بعمله هكمله تاني اهو اهو. بصوا اهو، ادي باخد من طرف السلك وهشوف الغرزة اللي بعدها اهو، هروح مدخلاه ومطلعة برضو نفس الكلام، بقى عندي 3 اهو، هطلع بقى عندي 2 اهم، هروح سحبة جزء من الخيط ومطلعهم واحدة تاني، وهكذا اهو. الغرزة اللي بعدها تاني هاخد خيط طرف من الخيط وادخل في الغرزة واطلع، بقى عندي 3 بقى عندي 2 بقى عندي واحدة. عارفين اللي هي اللعبة اللي كنا بنلعبها اللي هي 3 قلات قلتين قلة، 4 قلات 3 قلات قلتين قلة هي دي نفس الكلام. اللعبة دي كنا بنلعبها زمان في المدرسة، اللي هو ايه نطلع واللي يتلخبط يبقى ايه خسر، فاحنا بنطلع ب3 اعداد بس، 3 غرز نطلع ب3 وبعد كده نطلع ب2 وبعد كده واحدة، وهكذا. اعمل معاكم واحدة كمان. عايزه اقول لكم على حاجه، ان بصوا طرف الابره في جزء عامل زي الصناره كده، شايفينه اهو، شايفين ده جزء عامل زي الصناره، الجزء ده هو اللي انا بثبت بيه الخيط اعرف اسحب بيه. بصوا شايفين هي اللي بتمسك وبتخليني اعرف اتحكم في الخيط، عشان اللي اول مره بيشوفها اهو، شايفين اهي، هي دي اللي بتخليني اقدر اتحكم في الخيط. لو هي كانت ملساء زي الطرف التاني كده اهو، عبارة عن نهاية الابرة، ولا هتفيدني في اي شيء. ماشي، انا هكمل وهرجع لكم تاني. انا مش هعمل اي حاجة ما فيهاش اي، يعني هي تقريبا غرزة واحدة بس اللي هكمل بيها كل الشنطة، فهكملها وارجع لكم تاني. انا دلوقتي برضو وصلت لاخر غرزة، بس المرة دي مش هلف وارجع، يعني المرة اللي فاتت انا لفيت كده ورحت ايه مكمله عامله صف كمان، المره اللي فاتت انا رحت مكمله وعامله صف كمان، لا المره دي اهو انا وصلت لغايه اخر الغرزه بتاعتي اهو. ماشي، هروح واخده
خيط برضو من تحت، وهبتدي الف داير ما يدور للغرز بتاعتي تاني. انا اهو وصلت للنهاية اهو ماشي. طبعا انا عملت صف وصف تاني اللي بيربط ما بينهم زي ما انتوا شايفين الغرزة اللي هي دي. انا هاخد جزء من الخيط كده وهنزل في الغرزة دي وهلف كده وهطلع، هيبقى برضو عندي 3، هكملها 2 وواحدة وهكمل اللفة، يعني هلف عليها، هلف وراها، يعني هعمل سطر داير ما يدور. فاهميني؟ اكيد ان شاء الله تبقوا فاهمين. هو بس بيشبك معايا زي ما قلت لكم لان الخيط يعني يعتبر طالع من بعضه كده. انا ايه عايزه اخلص لكم الغرزه الاول عشان اعرف اطلعها لكم بسلام. اهو كده واهو واهو. هفضل بقى ايه هكمل تاني، اشوف الغرزه فتحه الغرزه اللي بعدها واعمل فيها، اشوف فتحه الغرزه اللي بعدها اهي وادخل فيها ابرتي وهطلع تاني اهو. نفس الكلام فتحة الغرزة اللي بعدها اهي هدخل فيها الابرة وهطلع وهكذا اهو. ايدي دي وصفتها انها بصوا اول ما هتبتدي تضايقني كده بروح مخلصة جزء تاني من الخيط. فاهميني؟ اهو اهو. هفضل برضو في الغرزة اللي بعدها تلاحظوا انها ابتدت تقوس. التقويسة دي هي هتكمل لان انا هعملها داير ما يدور، فالتقويسة دي هيبقى قاعدة الشنطة اللي هيقعد فيها الموبايل كده. فاهمين؟ اما هتكمل ان شاء الله هتفهموا انا اقصد ايه. اهو كمل بسم الله. تاني الغرزة اللي بعدها على طول نشتغل، ندخل في الغرزة اللي بعدها. هي غرزة واحدة بس اللي هتفتح لك الباب، يعني ان شاء الله باذن الله هنعمل شنط اكثر تعقيد قدام ان شاء الله، بس ويبقى فيها غرز كتير انا اتعلمتها او هتعلمها مخصوص عشان خاطر نشاركها مع بعضنا هنا. بس يعتبر دي غرزة السلسلة دي اول غرزة ممكن نعمل بيها اي حاجة. فاهميني؟ فهيبقى شغلي كله بيها النهاردة، وان شاء الله النتيجة اللي هتطلعها يعني هكون ايه في البدايات مرضية، يعني لا بأس بيها ان شاء الله. اهو هفضل ايه اكمل وهلف داير ما يدور، يعني انا اهو هخلص ده كله وبعدين نفس اللي عملته من الحتة دي ان انا لفيت هروح برضو لفة من هنا برضو، وانا بعد ما اخلص الجزئية دي هرجع لكم تاني عشان تبقوا معايا جزء جزء. بصوا انا وصلت للنهائي لاخر غرزة اهو، بس شايفين هي مستقيمة هنا غير دي واخدة تجويف اللي انا هطلع بيه باقي الشنطة او باقي الكفر الكروشيه. فبرضو هروح لفة كده خد الجزئية دي لتحت كده واشوف برضو الغرزة اللي بعدها ادخل منها وهطلع هلفها عشان خاطر تعمل لي الجنب بتاع الشنطة اللي انا هطلع بيه اهو. شوف الغرزة اللي بعدها وادخل فيها، ما فيهاش اي حاجة غير اني هشوف الغرزة اللي بعدها وهعمل فيها نفس الخطوات اهو، ما فيهاش اي حاجة زايدة وهكمل اهو. بصوا ابتدت اهي تتقوس هي كمان اهو، ابتدى الملمح بتاع الشنطة يظهر شوية كمان اهو. هكمل برضو اهو. معلش بندمج في ايدي بتدخل لجوه بتعدي الكاميرا
سهلة وبسيطة جدا صدقوني. هي واحدة بس هنتقنها في الأول، وعشان هنكمل بيها باقي الشغل أنا عايزاكم تتقنوا أول غرزة دي للي لسه ما عندوش أي خلفية في الكروشيه وكده. اتقنا اول غرزه دي خلاص الحكايه انتهت ان شاء الله باذن الله، وهنعرف نتوسع فيها. فانا هكمل سطر كده ولا حاجه وهرجع لكم تاني. دلوقتي انا حابه ادخل اللون الابيض ده، هعمل منه كام صف كده. وهعمل بقى بالتبادل ما بين ده وما بين ده، يعني كام صف كده في النص. فمش هعمل اي شيء غير اني هقص جزء كده وهبتدي اروح واخداه. بس اهم حاجه بس عشان ما تفرطش مني، شيل كده اهو. قصيت حته زي ما انتوا شايفين، ابتدي اخد طرف ده بطرف ده وهعقدهم عقده بسيطه بايدي اهو، ما فيهاش اي حاجه اهو. بصوا اهي عقده بسيطه خالص زي ما انتوا شايفين، وهتوه في وسط الغرز مش هتبان. هكمل اهو تاني اهو، هكمل عادي باللون الابيض اهو. اهو